السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفة اليوم خاصة لمحبي الشوكولاتة، ترت ولا أروع. تنسيكم في كامل الوصفات اللي كنتوا ديروهم بكريمة تحفة في البنة، عجينة ناجحة 1000%، ما تهبطش ما تخسرش لا فورم تاعها، وبنتها من أروع ما يكون. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو لا فيديو. ما نطولش عليكم ونروحوا لطريقة التحضير. نبداو بسم الله. في الأول بالفون دو تارت نحتاج فيه 125 غرام مارغرين طريه. انا خدمت بهذا المارغرين اسمها غاتو ماكس، راهي جديده في الاسواق، لقيتها تتباع قلت نجربها والنتيجه تاعها كانت ولا اروع. ننصحكم تجربوها. زدت 60 غرام سكر غلاس ما يعادل ملعقتين كبار معمرين مليح، ونزيد لافاني ونخلطهم مليح بالباتر حتى نشوفوا باللي الكريمه تاعنا ضاعف في الحجم تاعها وتغير لونها يولي مائل للابيض نوعا ما. والمارغرين لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. نزيد حبة بيض وندخلها في الخليط الأول، يعني هذه النقطة جد مهمة. خلطوا مليح البيض مع المارغرين. من بعد نزيدوا المكونات الجافة. نتحصل كما راكم تشوفوا البنات على خليط يكون بهذا القوام. عندي هنايا ملعقتين كبار تاع اللوز مطحون رقيق مع ملعقتين كبار كاكاو. هنا اللوز استعملته بقشوره وحمصته شويه وطحنته، ما لازمش تخلوه خشين باسكو من بعد يفتت لكم العجينه، لازم يكون مطحون مليح. ونزيدوا الفارينه. هنا الكميه تاع الفارينه درت 200 غرام بالضبط، مع نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه. ما نكثروش بزاف، شويه فقط باش تعطينا هشاشه للعجينه. ونلم بالاطراف تاع الاصابع بلا ما نعجنوها. بالنسبه للكميه تاع الفارينه تقدر تكون شويه فوق 200 ولا اقل على حسب الحجم تاع البيضه. نتحصل على عجينه تكون بهذا القوام، لازم تكون طريه بهذا الشكل. من بعد نحلوها فوق بابي كويسون وما تزيدولهاش الفارينه هكذا باش ما تيبسلكمش. نحلوها على سمك نصف سنتيمتر بهذا الشكل. نجيبوا المول تاعنا، انا استعملت هذا للقاعده تاعو تنحى باش نقدر نديمو ليها فاسيلمون. ونحي العجينه الزايده من الاطراف، نلمها. من بعد نخدم بها دي ميني تارتولات. هنا البنات تبعوا مليح، شوفوا نسقموا القاعده تاع الفون دو تارت تاعنا مليح. لازم تكون العجينه متلاصقه مع المول، وما لازمش يكون بينها وبين المول الهواء ولا الفراغ بهذا الشكل. من بعد نزيدو نتحفوها شويه مع الاطراف، يعني ماشي بزاف، ما تبقاش خدمه كبيره. هكا يكون الشكل تاعها. والعجينه اللي بقات لي كما قلت لكم نخدموا بهم دي ميني تارتلات. شوفوا البنات هذه انجح وصفه تارتولات تقدروا تعتمدوها، ناجحه 100%. فقط نقول لكم تقيدوا بالمقادير وتبعوا الخطوات. وبالنسبه للوز اللي كنت درتو في الاول يعني تقدروا تستغنوا عليه، هذاك اختياري، بصح للامانه يزيد لكم قو بزاف شباب فيهم. نكمل مع باقي العجينه بنفس الطريقه. من بعد نروحوا للطريقه تاع الطياب. وقبل ما ندخلوهم يطيبوا كما العاده نثقبوهم كامل بالفرشيطه. وفي هذا الوقت ديروا الفوق تاعكم يسخن على درجه 180، سخنوه 15 دقيقه من قبل. من بعد ندخلوهم يطيبوا في الاول من تحت فقط حتى كي تشوفوهم نشفوا وبداو يتكمشوا من تحت، يعني خلاص طفوا عليهم وشعلوا لهم من الفوق حتى يدوا تحميره خفيفه فقط ونحيهم. كما راكم تشوفوا البنات هنا بعد اللي طابوا راهم سخونين، داوينا خرجتهم. الصوره راهي امامكم تتحدث. كما قلت لكم في الاول اللي يحافظوا على لا فورم تاعهم ما يهبطوش. انا نخليهم حتى يبردوا مليح، نديمو ليهم ونروح نحضروا الكريمه. يعني الطبقه الاولى رايحين نخدموها. عندي 500 ملل حليب يعني نص لتر، ملعقتين كبار كاكاو بني، 3 ملاعق كبار سكر عادي، وملعقه كبيره مايزينا تكون معمره مليح. وعندي هنايا كيس
تاع فلون ذوق شوكولاته. نديرو كامل ونخلطوه كلش بارد في بارد حتى يذوبوا لنا كامل المكونات. وبالنسبه للشوكولا والمارغرين نخلوهم حتى للاخير. لازم يذوبوا مليح المايزينا مع الفلون. ونديرها على نار هادئه مع التحريك المستمر حتى نشوفوها بدات تعقد، يعني كي تروح تغلي نحوها. ونزيد لها 50 غرام شوكولاته مقطعه مع نصف ملعقه كبيره مارغرين، وذوبوهم بسرعه قبل ما تبرد لكم الكريمه. نجيب لي فون دو تارت، نقلب شويه ونعمروهم. ونخلو يعني شويه تاع بلاصه للطبقه الاخيره، ما تعمروهمش كامل. وشوفوا البنات، غير ب 125 غرام مارغرين درنا تخت كبيره و5 ميني تختولات، يعني راهي كميه معتبره. نعمرهم كامل، نخلي الطبقه الاولى تبرد تحكم روحها، ونخدموا الطبقه الاخيره اللي هي لاغاناش وشوكولا. نحتاج فيها 150 غرام شوكولاته مقطعه قطع صغار مع 75 غرام كريمه سائله، ونديرها على نار هادئه، تكون هادئه تماما، ونبقاو نحركو حتى تذوب لنا. ما تزيدوش للنار باش ما تنحرق لكمش الشوكولا، وثاني ما تخلوهاش حتى تغلي، غير تشوفوها سخنت شويه نحوها وبقاو تحركوا حتى تذوب. ونفرغوها على الوجه. ملاحظه جد مهمه البنات، ادوها بعين الاعتبار. الطبقه الاولى لازم تكون بردت وحكمت روحها، باسكو اذا كانت الطبقه الاولى مازالت هكذاك سائله ودرتوا عليها لاكاناش راح يتخلطوا كامل. ونمشوا على كامل الوجه. كما شفتوا البنات، هذيك الكميه تاع لاكاناش ما قدتنيش باش ندير هذوك لي ميني تارتولات. نزيد نذوب 50 غرام واحده اخرى مع 25 غرام كريمه سائله، 50 غرام شوكولا مع نصها كميه الكريمه السائله باش نعمر باقي لي ميني تارتولات، ومشوها حتى للطرف. ونخبطوها شويه برفق هكذا باش يتليس لنا الوجه. نخليها حتى تبرد مليح، نديكوريها ونتلاقاو في طبق التقديم. وصلنا لنهايه وصفتنا لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا البنات، انا ديكوريتها على حسب الشيء اللي درتو فيها لداخل. درت الشوكولا، شويه لوز مع الاطراف والكاكاو، وانتم زينوها بالشيء اللي يكون متوفر عندكم، وتقدروا تخلوها هكذاك تسوبودروها برك بالكاكاو. كما راكم تشوفوا هذا هو شكلها من الداخل بعد اللي قسمتها. جات ما شاء الله بزاف بنينه، وحاجه بالطبع تحمر الوجه، والذوق تاعها ولا اروع. الكريمه يعني ما عندي ما نقول لكم فيها، ما عليكم غير تجربوها وتستمتعوا بالمذاق تاعها. وما بقى لي غير نقول لكم نلتقي باذن الله في وصفه اخرى.